النهاردة بقى هنشرح تمرينة الليج اكستنشن على الماشين. طيب العضلات الرئيسية المستهدفة هنا هما الأربع رؤوس بتوع الكوادز اللي هما بنسميهم روكتس فيمورس وفيستس انترميديس وفيستس لاترالز وفيستس ميدياليس. دول الأربع رؤوس المستهدفين في تمرينة الليج اكستنشن. طب تعالوا نشوف الأداء الصحيح. هنقعد على الجهاز وهظبط قعدتي، ظهري يبقى مفرود وهمسك مقبض الجهاز بإيدي. هبدأ أحرك رجلي وأعمل اكستنشن أو إطالة لعضلات الكوادز وأفضل أزق الوزن لحد لما الأكسس بتاع الجهاز يبقى في خط مستقيم مع ركبتي. طيب الحركة هنا طالعة من مفصل الركبة اللي هو الني جوينت وبنسميها ني اكستنشن. تمام. والتمرين ده من أفضل وأقوى التمارين لتفعيل الأربع رؤوس للرجلين. تابعنا عشان تعرف الأداء الصحيح والتشريح لكل تمرينة، واكتب لنا في الكومنتات ايه التمرينة اللي عايزنا نشرحها. وطبعا اوعى تنسى الفولو والشير عشان الكل يستفاد ويتمرن صح.